مرحلة ما بعد الصب، يبقى كل ده كنا بنتكلم في مرحلة ما قبل الصب، قلنا عملنا ايه عشان نجهز لمرحلة الصب، مرحلة الصب نفسها، وبعد كده دخلنا في مرحلة ما بعد الصب. الخرسانة تصلدت خلاص، بتعامل معاها ازاي؟ اول حاجة ان انا اعالج الخرسانة دي او الكيوري. يعني ايه المعالجة دي؟ ان انا بخلي كمية المية اللي انا حاططها في الخلطة موجودة جوه الخلطة بتاعتي دي لأطول مدة ممكنة. ليه؟ عشان تتم لي عملية إناهة الأسمنت، قلنا بياخد مدة لحد لما يوصل للمقاومة النهائية خلال 28 يوم. فأنا كل ما أخلي المية اللي أنا حطيتها في الخلطة دي موجودة وتحصل عملية التفاعلات بتاعت الإناهة دي، المقاومة بتاعتي توصل لأقصى مقاومة خلال 28 يوم. إذا بوصل لخواص ميكانيكية أحسن، بمنع انكماش الجفاف. لو الخرسانة دي نشفت ويحصل فيه الكماش ده هيعمل لي شروخ انا مش عاوزها. طيب ببدا عمليه المعالجه دي امتى؟ بعد ما الخرسانه تتصلب ب3 ساعات، يبقى بعد مرحله الايه الشك النهائي كده، اللي هو بيقعد ايه تقريبا 12 ساعه، اقعد كمان عليهم 3، يعني قول مثلا ايه بعد 15 ساعه او 16 ساعه ممكن تبدا في عمليه المعالجه. درجه حراره المعالجه توصل من 16 ل 38 درجه، اللي هي يعني 38 دي درجه حراره الجو عادي يعني. لكن لقوا ان لو زودت درجه الحراره لاكثر من 40 درجه المعالجه بتتحسن. يعني لو درجه الحراره بتاعت الجو زادت عن 40 درجه وانت مبقيها دايما في حاله رطبه، والمعالجه بتاعتك دي بتتحسن اكتر. كلها بتعمل لي طرق للمعالجه احنا هنتكلم عليها. فتره المعالجه بقى قد ايه؟ ما بتقلش عن 7 ايام، وممكن توصل ل 14 يوم. يبقى في اي حال من الاحوال بعد الخرسانه بعد ما تتصب ما تتسابش كده بقى انا خلاص خلصت، لا، قلنا بعديها بيوم بتبدا بعمليه المعالجه لحد 7 ايام. في بعد الاحوال تحتاج اسبوعين، يبقى قدامك اسبوع تعالج في الخرسانه بالميه، ممكن تحتاج كمان اسبوعين. مده ال7 ايام دي تحسن لي الخصائص بتاعتها او المقاومه زياده من 50 ل 75%، يعني تقريبا التلتين. البوكس الاحمر ده 50 دي مقاومه بعد 28 يوم. يعني انا لو خدت المكعب انا عالجته ولا ما عالجتوش، ونشوف نقارن ما بينهم. لو المكعب انا ما عالجتوش اللي هو الاحمر ده اداني مقاومه 50، تعال نشوف لو عالجته بعد 7 ايام المربع الازرق ده هلاقي المقاومه بعد 28 يوم بقت 100. فبيقول لك ان بتزداد لحد 75% او التلتين تقريبا. لو عالجتها بقى طول المده ال 14 يوم اللي هو الاسبوعين هتحسن الضعف، يعني توصل لي ل 125 وزياده كمان. يبقى من 50 ل 125 اكتر من الضعف بالمعالجه. يبقى المعالجه اهم، اهتمام بالمعالجه اهم من اي خطوه قبل كده تعتبر في تحسين الخصائص. طيب نوع الاسمنت طبعا هيفرق في مده المعالجه جدا. الاسمنت البورتلاند العادي عشان يوصل للمقاومه بتاعته قلنا بياخد وقت، انها كان في اسمنت احنا كنا بنستخدمه كان سريع التصلب، بيوصل المقاومه بتاعته بسرعه، فانا بعالجه في المده اللي هي بيوصل المقاومه بتاعته بسرعه فيها دي، ودرجه الحراره بتاعته فيها عاليه دي، بعالجه فيها بتقل مده المعالجه بتاعتي من بدل ال7 ايام ونص تبقى 3 ايام. هو خلاص وصل للمقاومه بتاعته، خلاص فايدتها ايه بقى المعالجه؟ طب الالوميني بقى اللي كان بيطلع درجه حراره 100 يعني بيوصل خلال ساعات بيتسلط، يبقى فيها لازمه المعالجه الزياده، ما خلاص وصل للمقاومه بتاعته، فبعالجها ل 24 ساعه وخلاص. طرق المعالجه بقى تختلف حسب انت هتعالج فين، اول معمل، موقع، مصنع. لو في معمل المعالجه بالاغمار، بنعمل حوض بنملاه ميه وبنحط فيه العينات بتاعت لحد لما اجي اختبرها، دي اسهل حاجه. المعالجه بالرش، ارش بالميه بالخرطوم 3 مرات في اليوم، ارش بعيد عن اوقات الذروه بتاعه درجه الحراره، انا ابعد عنها في اول النهار او في اخر النهار، مناسبه العناصر الصغيره، يعني قطعاتها مش كبيره قوي، عشان الميه يا دوبك انت بترش بتوصل لارتفاعات صغيره اللي هي بتتبخر منها الميه بزياده. يعني الرش اليدوي ده لو عندك مساحات كبيره فمش مناسب، يعني خلص اليوم كله وانت لسه ما خلصتش الرش. وممكن تستخدم رشاشات سبرينكلز كده زي بتاعه الحشائش، بتحطها
ترش لك الميه دي طول الايه، طول النهار. معالجه بالبرك السطحيه، انت لو عندك مساحه كبيره، طب انا ممكن اعمل حاجز صغير كده على محيط المساحه دي ارتفاعه 5 سم من المونه، واغمر بالميه، اعمل بركه تفضل الميه دي موجوده طول فتره المعالجه، بتعالج لي خرسانه. يبقى هي مناسبه لايه بقى؟ للمساحات الافقيه الكبيره زي مشاريع الطرق والمطارات، البلاطات الكبيره، مناسبه لدرجه الحراره بتاعه البخر عاليه جدا، فلو رشيت ممكن تلاقي الميه دي اتبخرت قبل ما تسيب فانت لما محتاج هنا اغمار، محتاج ان الميه تبقى ايه، موجوده على طول، درجه الحراره عاليه جدا، محتاج انك الميه تبقى موجوده على طول. المعالجه بالتغطيه ان انا بغطيها بحاجه مبلوله زي ايه مثلا الخيش او الانسجه، عباره عن خيش من الصوف يعني، ببله بالميه وبحطه على سطح الايه، الخرسانه، سواء كانت افقيا او ايه، او عمود مثلا بلفها حواليه. يبقى طول ما هي مبلوله سطح الخرسانه هيكون مبلول. الرمل او نشاره الخشب او القش بتاع الرز ممكن برضو بيحتفظ بالميه دي زي الخيش، لما احطه على السطح بتاعي ايه، يفضل السطح بتاعي ده محتفظ بالرطوبه. الورق برضو لو برديته بالميه ودانه مبلول، او البلاستيك غير المنفذ بحيث ان هو ما يمنع لي عمليه البخر المشمع، يعني بفرش عليه مشمع. في مركبات المعالجه اللي هي الاضافات بتاعه المعالجه، ان هي مركبات سايله، اما برشها او بدهنها بالفرشه او بالروله، بتعمل لي طبقه لما بتنشف كانها شمع بقى، كانها المشمع ده. الطبقه دي تمنع لي ليه خروج الميه او البخر من الايه، من الخرسانه. ممكن تبقى ذات اساس مائي، يعني دهانات مائيه او دهانات زيتيه، يفضل طبعا المائيه، خصوصا ان انت لو عاوز تشيل الحاجات المعالجه دي، تنظف سطح الخرسانه مثلا لحاجات لاغراض اخرى يعني. ممكن تعمل طبقه من الاسمنت، بس دي مش محبذه قوي يعني، الاسمنت برضو بيبخر الميه منه عادي. ممكن تعمله بمواد بيتومينيه او الاسفلت والزفت والقار اللي هي لونه اسود، برضو ده بيعزل، بيعمل طبقه مطاطيه لكن عيبه ان هو لونه اسود، فبيمتص لي اشعه الشمس وبيزود معدل البخر من الايه، من الخرسانه ممكن. فالمركبات بتاعتي دي بتبقى ليها الوان فاتحه افضل. المعالجه بامتصاص الحراره او تبريد الميه عبر الانابيب، ممكن ان انا اعمل وانا بصب الخرسانه اعمل انابيب وادخل جواها ميه بارده، بحيث ان هي تنشر لي البروده دي جوه. تبقى الخرسانه الكتليه او السدود نادره جدا يعني ان انا اعملها، وبراقب على طول درجه حراره الخرسانه نفسها، وبشوف درجه حراره الميه المناسبه ليها عشان عمليه التبادل الحراره وبين الاسطح مش مهمه يعني. المعالجه بالبخار يبقى في افران بدخل فيها الوحدات بتاعتي، زي الوحدات سابقه الصب دي اهي، ده مصنع مطلع من وحدات الخرسانه دي، وبيبقى جواها ضغط او ممكن من غير ضغط، مع البخار بتاع الميه ده بيحسن لي تبقى عمليه معالجه مناسبه جدا. ميزتها قلنا في وحدات سابقه الصب بتوصل المقاومه بتاعتي، المعالجه بتاعتي بتاخد فتره قليله جدا. قلنا في البريكاست دي المهم عندي معدل الانتاج، فدي اقل حاجه بتاخد وقت، بس تكلفتها عاليه جدا، يعني تكلفه طبعا ممكن مع معدل الانتاج تلاقي التكلفه دي جابت حقها يعني في المصانع. الخرسانه اللي هي قوامها جاف بيزود المقاومه بتاعتها النهائيه جدا عن الخرسانه الثانيه. طبعا عشان انت ما استخدمتش الميه ممكن يبقى فيها معدل املاح وكلوريدات وكده، لا انت عملتها بالبخار فتبقى مقاومتها اعلى للكلوريدات والكبريتات والانكماش عن الطرق الثانيه ب 50% مثلا. في المعالجه بالكهرباء ان انا بجيب العينه بتاعتي او الوحده بتاعتي الخرسانيه وبوصلها ببليتتين، طرف موجب وطرف سالب. الكهرباء اللي بتمر جوه الخرسانه دي بتزود لي درجه حراره الميه اللي جوه الخرسانه. الطريقه دي احنا قلنا ممكن درجه الحراره تعمل لي معالجه احسن، فالطريقه دي بتعتمد على رفع درجه حراره الميه بتاعه الخلطه نفسها اللي جوه. ميزتها برضو ان هي بتكتسب بعد 3 ايام المقاومه بتاعه 28 يوم. برضو بدل الكهرباء ممكن استخدم الاشعه تحت الحمراء الانفراريد،
طريقه الاشعاع او الراديشن برضو بيعلي لي درجه الحراره، زي الميكروويف كده بيعلي الويفز دي، بتعلي الايه؟ بتعلي درجه الحراره ازاي؟ ان هي تحرك الجزيئات بتاعه الميه اللي جوه الحاجه، الحركه دي بتعمل لي حراره، الحراره دي هي اللي بتعمل لي المعالجه السريعه. معالجه بالكربنه، كربنه يعني ثاني اكسيد الكربون. ثاني اكسيد الكربون بيخش في التفاعلات بتاعه الاماهه، بيكون لي كربونات الكالسيوم. كربونات الكالسيوم اللي هو الجير ده ماده صلبه، فبيخش لي جوه الفراغات بتاعه الخرسانه وبيقفلها. لو في فراغات صغيره جدا الكربونات الكالسيوم دي بتقفلها، فبتزود لي المقاومه بتاعتي وبتحسن لي من خصائص الايه؟ الخرسانه نفسها. كمان ليه تاثير بيئي جيد. لو تفتكروا اثناء صناعه الاسمنت كان بيطلع نتيجه صناعه الاسمنت ثاني اكسيد الكربون في العوادم بتاعه المصانع. وبقى لو دخلتها في دايره، عملت مصنع بريكاست كونكريت جنب مصنع الاسمنت، دخلت ثاني اكسيد الكربون ده وعملت بيه معالجه، انا كده تخلصت تخلص كامل من ثاني اكسيد الكربون وحافظت على البيئه. بيحسن المقاومه من 10 ل 15%، قلنا دي نتيجه ايه؟ كربونات الكالسيوم اللي اتكونت. لكن عيبه ان هو ليه تاثير ضار على الحديد، بيصدي يعني انت ما تستخدموش في اي عناصر انت حاطط فيها حديد. يبقى انت لو هتستخدم كتل خرسانيه ما فيهاش حديد اعملها بالايه؟ بالكربنه. انما لو فيها حديد الحديد ده بيصدي نتيجه عمليه الكربنه.